وعودة مرة أخرى مع الأستاذ حسين كامل رئيس مجلس إدارة جمعية جماعة القسطاس للحقوق القانونية والدستورية، والكاتب والناقد المسرحي الأستاذ ماجد عبده عضو مجلس إدارة جمعية الطريق. بنرحب بكم مرة تانية في بنك الأفكار، ونعود للحوار مرة أخرى عن التنمية الشاملة. وكنا بنتكلم قبل الفاصل الغنائي عن الوعي السياسي، كيف نزيد من الوعي السياسي عند المرأة. أستاذ حسين، في الحقيقة ده بيتعلق بدورنا احنا كجمعيات أهلية، لأنه معظم الجمعيات الأهلية لما أنا جيت انتقلت لمنطقة الطروات لقيتها بتشتغل في المجال الخيري. المجال الخيري اللي هو ايه؟ اللي هو يجي في رمضان فبيوزع مش عارف ايه، يجي في العيد فبيوزع مش عارف ايه. ولكن احنا حبينا نشتغل الموضوع بطريقة أكثر احترافية ومهنية. عملنا دراسة للمنطقة، دراسة اسمها تنمية مجتمع ترى لمتطلبات التنمية المحلية. عملنا الدراسة تعلقت ب5 حزم من المشكلات اللي لقيناها موجودة في المنطقة. من ضمن المشكلات اللي كانت موجودة فيها مشكلة المجتمع الأهلي اللي هي الجمعيات الأهلية اللي أنا بقولك عليها. احنا لقينا انه في 30 جمعية أهلية موجودة في المنطقة، كلهم بيشتغلوا مجال خير. اللي هو المساعدات فقط، اللي هي المساعدات المادية أو العينية بالظبط. ولكن احنا عايزين نشتغل بطريقة يعني نعمل مشروعات صغيرة للشباب، وكيف تكون كمان شخصية، يعني شخصية الإنسان نفسه. زي ما بنقول تنمية شاملة. أستاذ ماجد، مداخلة كده أستاذ حسين، سؤال بس يعني يعني هل هي الجمعيات دي كمان مجالاتها اللي هي التراخيص اللي واخداها للعمل الخيري، ولا هي المفروض تشتغل في مجالات مختلفة ما بتشتغلش فيها يعني؟ لا، المجالات العمل اللي عندها مجالات عمل زي اللي عندنا بالظبط، ولكن هي متجهة إلى العمل الخيري، إلى جزئية واحدة فقط من المساعدات. كل الأحوال هم معذورين، هم يعني ما فيش حد مهتم بالمنطقة بالأساس. هي منطقة فقيرة ومهمشة. ليك انك تتخيل انا من خلال الدراسة، يعني مثلا الدراسة دي فيها نسبة السكان 101 وكسور، فيها بس 38 مدرسة. كثافة 101 وكسور ألف وعلى مسافة 49 كيلومتر، 49 ألف كيلومتر مربع. لكن تلاقي كثافة الطلاب في الفصل عاملة 44 طالب. انتوا عاملين بقى استاذ حسين كامل يعني دراسة شاملة عن كل هذه المناطق؟ بصي احنا عملنا يعني فيها كام مدرسة؟ فيها مثلا عدد السكان قد ايه؟ محتاجة ايه بالظبط؟ بداية احنا قبل ما نعمل الدراسة قعدنا مع التنفيذيين في حي ترى، استاذ محمود معروف رئيس الحي وبعض التنفيذيين، عشان نشوف المشاكل اللي عنده اولا. والدراسة انت عارفة الدراسة يا تعتمد على استبيان يا تعتمد على حاجة اسمها مجموعات بؤرية. مين اللي بيقوم بالدراسة بالظبط؟ الأستاذة الدكتورة هدى الشاهد، باحث بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية. يعني بتحاولوا اللي يعمل الدراسة يكون يعني شخصيات متخصصة. بالظبط يا فندم. ايوه تمام. الدراسة يا تعتمد على الاستبيان، تسأل الناس باستبيان واستمارة، يا تعتمد على مجموعات بؤرية. انا عملت الدراسة ب6 مجموعات بؤرية. جبت ناس من جوه المنطقة بوظائف وفئات مختلفة عشان نسألهم على ايه المشكلات وايه القدرة اللي موجودة في المجتمع التروات عشان نقدر نحلها. وزي ما قلت لك احنا يعني عملنا 65 مشارك في 6 مجموعات، وتنتهي بالأولوية الأكثر إلحاحا لتطوير المنطقة. عملنا اجتماع مع تنفيذيين وناقشنا الدراسة دي في وجود نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية السيدة اللواء ياسين حسام الدين طاهر، ووجود السيدة الأستاذ إبراهيم صابر رئيس حي المعادي، والسيدة الأستاذ محمود معروف رئيس حي ترى. جميل. يعني في دراسات وفي استبيانات وهناك معلومات طبعا يتم تجميعها أولا حتى نستطيع أن نضع أيدينا بالضبط على ما يجب أن يكون أو ما يجب عمله. بالضبط. طيب أستاذ ماجد عبده الناقد المسرحي والكاتب عضو مجلس إدارة جمعية الطريق، فبرضه نفس الجزئية اللي هي التنمية الشاملة. بنقول جمعية الطريق في حملة حضرتك قلت انكم يعني عملتوها او لا زالت هي مستمرة الى الان، قادرات، حملة قادرات، ودي بالذات او موجهة للمرأة المصرية. صحيح.
هي حملة قادرات طبعا هي في جزء تنموي طبعا، لان احنا طبعا دور المرأة ان لم تكن المرأة ممثلة بشكل مناسب في المجالس النيابية فلن تلعب دورها التنموي في المجتمع. مما يؤدي الى انزوائها كمان، لان في طبعا يعني حضرتك عارفة احنا يعني يمكن انا خاف بس ان حد يزعل مني، احنا في مجتمع ذكوري، مجتمع يقدس الرجل جدا، مجتمع بيشوف ان المرأة دورها دور تاني في التنمية، يعني مش دور اول. هل هذه النظرة موجودة الى الان ولا تغيرت عن سنوات سابقة استاذ ماجد؟ لا، هي النظرة تغيرت على فكرة، بس مش ولكن بالشكل المناسب اللي يتناسب مع المرأة المصرية. يعني هي تغيرت عن الأول طبعا. المجتمعات الأول ما كانتش بتسمح للمرأة مثلا، احنا عارفين النهارده في دول عربية ما بيسمحوش للمرأة بالسواقة، يعني بقيادة السيارة. احنا عندنا لا، المرأة بتشارك وبتشتغل وبتخرج والكلام ده كله، انما ما زلنا يعني ننظر إلى المرأة نظرة يعني فيها طبقية شوية، ان المرأة في المرتبة الثانية. حتى في الأسرة يعني الأسر البسيطة اللي هي اللي موجودة في الريف، يعني الناس البسيطة دي حتى بتشوف ان خلفة الولد، ما زالوا بيشوفوا ان خلفة الولد افضل من خلفة البنت يعني. والله لسه ما زال يعني، وعلى فكرة بشكل كبير قوي. يعني في ناس هتقول لي لا ده النهارده البنت زي الولد وكله بيبص كده، لا الكلام ده. ويمكن استاذ حسين احتك شوية بالناس اللي هم في المناطق الفقيرة وكده، لا بيبصوا للمرأة على ان دورها دور تاني، بيبصوا. بس اقدر اقول يا استاذ مجد انه في دلوقتي يعني من سنوات سابقة والان نسبة تعليم المرأة دي زادت جدا، وما بقاش في حد يكون عنده بنت ما بيعلمهاش وبتوصل لأعلى المراتب أو المناصب، حتى إن مثلا وجدت في البيت أو لم تعمل واكتفت بأنها تكون موجودة في المنزل، فالوعي زاد. فيعني أعتقد أنا هقول النظرة دي ما عادتش موجودة زي يعني أنا الأول. هقول لحضرتك، لا هو النظرة دي موجودة. والنهاردة لما الناس بتتكلم حتى عن تعليم النساء، بيتكلموا عن ان الست تتعلم وبعد كده خلاص تقعد في البيت. يعني انت تتعلمي بس خدي شهادة. هتلاقي ناس كتير جدا جدا، على فكرة نسب، انا بكلم حضرتك مش في شواذ القاعدة، ده انا بكلم حضرتك في نسب كبيرة. يعني بيشوفوا ان يعني ان الست تتعلم مفيش مشكلة، لان طبعا التعليم بقى مهم للكل. يعني احنا نظرتنا للتعليم اختلفت وتحتاج الى ان تختلف كمان اكثر. يعني انا لما اجي اقول لحضرتك النهارده احنا يعني المفروض نستثمر في التعليم، هتقولي لي طب ما احنا بنتعلم، ما بنتعلمش كما ينبغي ان يكون برضو. فبالتالي لما نيجي نقيس على نساء مصر، نلاقي برضو نساء مصر ما بيتعلموش كما ينبغي ان يكون، ونلاقي كمان ان دورهم في الممارسات الاجتماعيه بقى الارقى، ان هم يقول لك طب خلاص هي تتعلم وتقعد في البيت، بقى تتجوز وتقعد في البيت. حتى نظرة المرأة لنفسها احنا بنقول قادرات على تغيير ده كمان، ان هي حتى المرأة تغير من نظرتها لنفسها، لان المرأة برضو بتشوف نفسها لدور بعد الراجل. يعني المرأة النهاردة لما بتروح تنتخب دورها المجتمعي يعني بيأتي في المرتبة الثانية، دورها المجتمعي والمهني، دورها المجتمعي والمهني يعني طيب انتوا عملتوا ايه في حملة قادرات لكي نغير هذه النظرة؟ احنا طبعا في حملة قادرات على فكرة احنا يعني الحملة هدفها الاساسي التوعية طبعا، من خلال مراحل بقى. احنا بنعمل كوادر نسائية ومجتمعية قادرة على المنافسة مع الرجل، تقدر تدافع كمان عن دور المرأة المجتمعي واهمية تمثيلها بشكل عادل بقى. تاني حاجة طبعا احنا في حملة قادرات بنرصد اسباب الامتناع تصويت المرأة. يعني لما بتيجي مرأة بتنزل للمجالس المحلية او للنقابات بيبقى في امتناع عن التصويت ليها، فاحنا بنرصد اسباب الامتناع ده. ممكن ربما يكون الكفاءة، يعني انا عارف ان حد من المستمعين هو بيسمعني طبعا الراجل اكفأ يا عم في ايه، طبعا ممكن يكون الراجل اكفأ، بس هو في حاجات وممكن المرأة تكون السيدة اكفأ في تخصصات معينة او في مجالات محددة بالظبط ربما. وان لم يكن وإن لم توجد السيدة الأكفأ، يبقى احنا عندنا مشكلة في المجتمع لازم نحلها. لازم نشرح نفسنا كده عشان نحل المشكلة دي، عشان توجد السيدة الأكفأ لازم نبني كوادر. طيب ده ما يخليش عندنا أمل كبير في إنه في الفترات القادمة إن شاء الله يكون في
كفاءات كثيرة جدا، لأن هو بالفعل في كفاءات، بدليل إنه المرأة وصلت لأعلى المناصب. المعنى اللي انا بقوله مش محتاج دراسة، المعنى اللي انا بقوله احنا عايشينه. نظرتنا المجتمعية للمرأة واحنا يعني المرأة نفسها نظرتها لنفسها يجب ان تتغير. فده محتاج بقى كمان مش وعي للمرأة فقط، ولكن محتاج وعي للمجتمع الذي نعيش فيه بشكل عام. احنا هنتوقف قليلا ثم نعود للحوار مرة أخرى عن التنمية الشاملة والمستدامة والأفكار اللي على أرض الواقع. بالتأكيد بنعود مرة أخرى للحوار مع الأستاذ حسين كامل، وأيضا الناقد المسرحي والكاتب الأستاذ ماجد عبده. والمرة دي أقول الأستاذ ماجد يختار، يحب يسمع ايه؟ احب اسمع حمال الاسية بتاعت